أنا عبد الله أحمد العبد الله من مدينة سريكاني قرية المناجير. نحن اللي جينا وجابونا على مدارس. وضع المدارس كان شوي سيء لأنه غرف، تعرف أنت اسمها مدرسة يعني. وقالوا لنا بدكم تطلعوا على المخيمات، قالوا المخيمات سيئة والمخيمات تراب والمخيمات كذا. لما جينا على المخيمات طلعت أخير من المدرسة، مخيمات مخدمة، مخيمات معبدة، شيء الخدمة اللي شفناها بالمخيمات أحسن من لجوءنا بالمدرسة بصراحة. والشباب ما قصروا معنا، وشكرا للإدارة الذاتية. اهتمام بالعكس، اهتمام كويس، احترمونا وجابونا وقدرونا وحطونا في مخيمات مخدمة ومخيمات كويسة وحمامات ومطابخ يعني كأن أنا في منزلي بصراحة. كل إذا يسمعوا يعني مثل ما يقول نصيحة أخوية، يتوجهوا إلى المخيم، يجوا على المخيم يشوفوا بعينهم. صالح الحميدي، الرئيس المشترك لمخيم رأس العين سريكانية. طبعا اليوم بدأنا بيوم 8/9 بنقل الأخوة النازحين من مراكز اللجوء الجماعية المدارس إلى مخيم سريكانية. سوف نستقبل اليوم قرابة 70 عائلة تقريبا. تم استقبالهم بشكل منظم وحسب المعايير الصحة، أيضا حسب معايير التباعد الاجتماعي تم نقلهم بواسطات نقل، لكل عائلة واسطة نقل مستقلة. تم استقبالهم وإدخالهم وتسليمهم الخيم. طبعا المخيم بني على مساحة 600 دونم، سوف يستوعب 2660 خيمة. الخيم على حجمين، حجم صغير وحجم أكبر، أي حجم عائلي. في الخيم الصغيرة سوف يعطى لكل عائلة خيمتان حسب تعداد أفراد العائلة ووضعهم أيضا الاجتماعي والصحي. تجري الآن عملية الاستقبال وأخذ قاعدة بيانات من النازحين، نازحين رأس العين أو سريكانية حصرا، هم اللي راح يدخلون بهذا المخيم. وفرت لهم كل سبل الراحة، حيث أن المرافق العامة مستقلة عن الخيمة لدرء مخاطر الحريق. أيضا سوف يكون بيت النار أي المطبخ منفصل عن الخيمة السكن أو النوم. الحمام مجهز بكافة الوسائل، وأيضا المطبخ. يعني بشكل عام المرافق العامة مستقلة. بالنسبة لتنظيم المخيم، يحتوي البلوك أو الكومين احنا نسميه 20 خيمة، يحتوي على محضرين. كل 10 خيم سوف تكون هناك علاقات جوار بينهم. طبعا احنا خبرنا النازحين بأنه يستطيع هذا النازح اختيار جاره أو تنظيم نفسه للعيش في هذا المكان مع الجار الذي يختاره.